ولعت الحال هذا والله حرب مش هيك مولع هذا. يلا شوف مش عارف ليش كل ما ابدا اصور الدنيا بتصير تمطر. الحظ هذا. المهم اليوم راس السنة عادة ما بطلعش انا وهي الدنيا نهار برا ما بطلع لي الدنيا، بس اليوم لازم اروح على النادي الرياضي على الجيم بدري عشان بسكر على 2. هسه الساعة 12:30. الدنيا مطر بس مش سقعة يعني، بس لابس شورت. درجة الحرارة 5-6. اليوم دفى شوي. يا بي هذا جارنا كل ما يوقف سيارته ما بيقدرش يفوت على السيارة. هان فيش محل. حيوان هذا بني ادم. المهم هسه رايح النادي الرياضي. بجوز 200 سنة مش كاين النادي الرياضي. آخر مرة استعملت هاي الكلمة كيف 40 سنة النادي الرياضي، ما بعرف شلون آخر مرة استعملتها. الواحد يحاول يحكي عربي مفهوم بصير يستوعب قد ايه احنا نحكيش العربي الصح، العربي اللي مطبش اللي بنحكيها عندنا. المهم شكرا على 100 متابع، وصلنا 100 متابع اعتقد، صار لي زمان مش فاحص بس اعتقد وصلنا 100 متابع. شكرا كثير. اليوم المحلات كلهم مسكرين بدري عشان بدهم يحتفلوا بالليل على راس السنة، ففي كم شغلة لازم نسويها. هسه نروح على النادي الرياضي وبعد لازم نروح السوبر ماركت عشان نشتري كم شغلة عشان بكرة مسكرين، بكرة ما في شي فاتح، لازم نشتري أشياء عشان ناكل بكرة. أهم شي الأكل، إذا بتلاحظوا عندي أهم شي الأكل. فيلا خلينا نروح عشان متأخرش، بدي ألحق أتدرب. يا جماعة قولوا لي شو بدكم تشوفوا على القناة، أعطوني اقتراحات، اقترحوا علي شو حابين تشوفوا في هالقناة، عشان إنه عندي كم من فكرة بس بدي أشوف شو أنتم حابين تشوفوا، يعني بدي أعرف شو أنتم حابين تشوفوا عشان ما بدي أعمل شي ويكون فاشل او يكون اشي ما تحبوه. فكلوا لي اعطوني اقتراحات. هي جو الشلب المطر، حبيبي المطر حبيبي. بعد من هنا بعد ضلش اشوفه. والله يا جماعة شكله ملان هذا كله ملان. شكله الكل بده يتدرب قبل ما السنة الجديدة تبدا. كل متحفز هاليوم مش عارف شو مالهم. أزل إشي بحبوش بعد المطر هو إنه لما يغلى الجيم ملان، يعني هو يا الجيم ملان يا الدنيا مطر. هذول الأشياء بحبهاش بحياتي. يلا تنشوف الله يستر. يا لطيف شكل ملان. أوه ملان يا حبيبي. هسه خلصت تدريب، ما قدرت اصور جوا عشانه ملان. اي لحظه بدي اصور فيها راح يكون الناس حوالي، وما بحب اصور الناس وخاصه في الجيم، يعني مش حلو الاشي. بس راح اضيف كم من مقطع من الاشياء اللي سويتهن اليوم صورتهن زمان، يعني نفس الاشي سويت تقريبا. بعرف انه كل فلوجها بالسيارة بس لا راح هسه ببعدكم. رايحين نطلع نروح على السوبر ماركت، يعني رايحين نغير شوي مش بس بالسيارة. والله متت، بعرف شكلي زي رجل كهف. هسه لازم احلق لحيتي، لازم احلق شعري، كله في كله الوضع مدحدل. طيب خلينا نروح، بدي اروح اجيب اختي من الدار، نعود بعد على السوبر ماركت. ان شاء الله راح نلاقي اشياء عشان عادة لما يكون فرصة ولا اشي وبتروح هسه يعني كمان شوي بسكروا، بتروح اخر اشي بيقضوا مخلصين كل الاغراض وبتلاقيش اشي بالمحل. جعان دائما جعان، انا مشكلة بالحياة. لازم دائما ياخذ معي اكل، انا لازم دائما اطلع معي اكل من الدار جاهز وانا اكل. يلا خلينا نروح للسوبر ماركت. اللي تحتها كنا نجمع السوبر ماركت. اذا ما عرفته في المانيا او الدول الاوروبيه بعرف شلون. المهم الكنانه ما بنرمين زي البلاد، بنرجع هنا على كل كميه بناخذ ربع يورو، فمعنا كميه هنا
يطلع عن 4 يورو ولا إيش من هالنوع. توفرهن تاخذ لما تدفع، نزلوهن من الحساب تاعيك. طريقة مليح على البيئة يعني، مش ترمي الكنانة بالشارع ولا ترميها في كل محل. منه بتساعد البيئة ومنه بتوفر. بردتي؟ بس يا جماعة فيها الماكينة بحط فيها الكمية، ببين لكم هنا هي 25 سنت كمية واحدة. قدام نحط فيه الكنانة، مش زي هذا، بتستنوا شوي. في مشاكل هنا. شو بدي يصير؟ هسه النظارة بتعصبن يعني، الماكينة شوي حالتها حالة. خلص. وهيك بصير يا جماعة لما يتملى. حظنا الشلبة تملى، لازم نستنى هسه قبل ما يفضوها. كل مرة لما اجي بتتملى، بعرفش ليش، بحط كمية واحدة بتتملى. هذا 6 يورو ونص، بنوفر يعني لما نشتري الأغراض ناقصونا 6 يورو ونص. مش عاطلات. طلع هان نص الأشياء فاضية يعني، مش بلاقيش الأشياء اللي بدنا إياها. يعني رفوف كل هالموز هناك فاضي، هان البندورة فاضية. كسحين نازلين شوي متأخر. طلعوا يا جماعة ولا إشي حد الله، كل شي فاضي. إحنا نجيب أغراض من الدار نعطيهم هان بالمحل بدل ما نشتري. تعال وين انت بتمشي معاي يعني، انت حاولتي كم مرة تمشي معاي، مش بتقدر توقف بعيد عني. المهم هي أهم شي كورن فليكس على الفطور، أسهل إشي لأنه مزحين الحياة. صار بتمشي معاي حبيبتي، مش إنك بعيدة لازم تبيضي بعيد يعني، عشان ليش ومش أشطر يعني بتسوي هيك حالك غير طبيعي. كيف هيك يعني أرضى أصور؟ هالنوع الصح هالنوع الصح. بس شو بدنا ناخذها؟ بس الأشياء اللي هان باخدها على قلبي شكل إنه مليح يعني، طعمه مليح، بس تشتريهن تعملهن بالدار نص مالهنش أصل بيغدى يعني. لو إنك تاكل تعض على الحفاية أحسن. أزيد غلط الواحد بيعمله يجي على يشتري وهو 100 جوع، أنا 900 جوع، فكل شيء أنا مبين طعمه مليح. فنجيب في أشياء غريبة زي هذا الفقع مع موتزاريلا، هذا شكله مليح، هات نجيب نجربه. خذي وهذا إيج رولز شكله مليح، ولا كلها لك مع لحمة. هسه بنشوف. أنا عارف شكله كل شيء زي ممنوع الواحد يجي وهو جعان، ممنوع يجي على السوبر ماركت وهو جعان. هي حبيبنا الأخطبوط هذا جيبه. أهم شيء بعد الكورن فليكس الحليب، ما تنسوا الحليب. أنا مش عارفة كيمو الحليب، أهم شيء بالحياة هذا. إيش مزح. كوبي. هسه بدنا نوصل الزوايا الممنوع نفوت عليها. هنا كل الكالوريز، كل النصائح بتيجي من وراهن، هذول ممنوع نقرب عليها. بس مع انه اليوم راس السنة فلازم شوية حلو، بس مش من هان. تعال من عند اوريو نشوف، من عند الاوريو حبيبي الاوريو. يلا اهم شي الزيرو، ما تنسوا الزيرو، اشي مهم. واللي اهم من الزيرو المية، بدون مية فيش حياة. جيب ثنتين ها. هاي يا جماعة مش مشتريات يعني انه للاسبوع كله، بس عشان اليوم بكرة وبعده بدنا نرجع نشتري. بس لازم عشان انه كل شي مسكر بكرة، فلازم نعيش هالكم من يوم في هذول الشغلات. عندنا في الدار احنا، بس يعني هذول اكسترا تحلاه. خلصنا يا جماعة، هسه خلصنا مشتريات على الدار، هسه وقت الأكل. نقوم نعمل أكل. على فكرة أنا من الصبح أنا كلهم أكل. أصلاً أكل. بس ندبل. طيب يلا خلص. وصلنا الدار هسه، من الأغراض وقت إنه نجرب الأشياء اللي اشتريناها. هذول أول مرة بنشتري هالأشياء، ولا عمرنا يعني اشترينا هالأنواع عشان نجربهن إشي جديد.
ان شاء الله مش قرار غلط. هاي هات نشوف شو. الله يستر. هاي هذا كبل ما نحطه بالفرن. 1 2 3. هاي الاكل بعد الطبخ جاهز. يلا نروح ناكل عشان ميتين جوع. حاليا كنت اصور فيديو للقناة الرئيسية، اذا حابين تشوفوه اخلي لينك تضغطوا عليه وتحضروه اذا حابين. هسه راح مش عارف شو راح اعمل. هسه راح اعمل اديت للفيديو، اعمل اديت للفيديو تاع القناة الرئيسية واعمل له ابلود على اليوتيوب. خلصت شغل على الفيديو، لازم نعمل له جهزوا. الساعة صارت زي ما انتم شايفين 6:15. تحممت جهزت الفيديو، هسه بدي اعمل له ابلود على اليوتيوب. والله 100 تعب. رايحين نشوف شو راح نسوي، بعرف شو بدي اسوي. والله قتلوني في الكنابل. صار الساعة 8، ما صارتش 8 الساعة. رحت وصلت اختي عند صاحبتها وروحت. صار لهم من 5 وهم يفكوا في الكنابل. يعني ما بتوصل الساعة 12 لما مش عندهم كنابل يفكوين. مش عارف شو مالهم يعني. لو يجوا عندنا على البلد يشوف هالألمان عشان ممنوع يفكوا كنابل في الأيام العادية، بس فاضي اليوم. فما بدهم يستغلوا على الآخر. الولاد الصغار بدهم يفكوا. عرفت ايش سامعين هسه في سمعكم. بدهم يستغلوا الاشي، يجوا عندنا على البلد ويشوفوا كل يوم تفكير الكنابل والازعاج. هنا اشي غريب انه الواحد يسمع شوية ازعاج مش متعودين عليه. بس قاعدين كلهم يفكوا من 3 ساعات متيفين. سامعين ولا مش سامعين؟ عجيبة هذا، غريب هالاصوات ما بتسمعهنش. كلهم كانوا يفكوا، الكل بفكر. نسيت اقول لكم عن الاكل انا يا جماعة. الاكل باكى والله رهيب يعني. خاطرنا شوية بس باكي يسوى، باكي مليح. الغريب غير الكنابل هنا الدفى. صار لها 3-4 ايام دفى الدنيا هنا، ما بعرف مالها. بس الصيف اجى خلص في المانيا، صيفت بطل نلبس طويل. سامعين؟ زي الساعة 12. مش عارف مالهم العالم، غريب. اختني فايت على الدار. راح اعمل يا جماعة شاي وبسكوت. استنى في المي تمنى تغلي هنا. هاي البسكوت نستناه. ورايحين نتخرف عن سنة الجاي. هسه ما تخافوش، مش راح يكون سنة جديدة وشخص جديد ومن عارف شو الهبل هذا. مش راح يكون اشي من هالنوع. راح يكون الموضوع مهم. الساعة 9 بس حاسة زي نص الليل 112. مش عارف شو اللي صار لي انا. هذا الجيل بغير الواحد. ما بكيتش انا على الزمان بدري. الساعة 9 وحاسة زي الساعة 1 ولا 2 الصبح 112 بدي انام. شو اللي صار فيك يا ساري؟ انحركت، حركت حالي، حركت ايدي. هاي الكوبايتين الي. الي لحالي انا. الي هذولا بحب واحدة اكلها مع بسكوت والثانية اشربها من دون اشي. بعمل كوبايتين شاي. طبعا بعرف انه مش طبيعي بس هي الحياة. يا جماعة رح تتفرجوا علي وانا اكل بشاي وبسكوت. اللي في نفسه تفضل ما يستحيش. بس الموضوع اللي بقيت بدي احكي فيه هو انه هسه جاي علينا سنة جديدة. مش لازم تقول والله انا بدي ابدا اغير في حالي وبدي ابدا اغير في حالي رأسا وانا عارف شو الهبل هذا، عشان هذا ولا بجيب هذا الحكي ولا بجيب اشي. بكل بدي اغير حالي يومين برجع اشنع من قبل. اللي لازم تشتغل عليه انه هو انك مش تكون من احسن من الناس الثانيين، انك تكون احسن من اللي انت كنت فيه السنة اللي فاتت. وهذا اهم شيء الواحد يشتغل عليه. وفوت على السنة في محبة ومسامحة. اللي غلط فيك واللي مش معجبك واللي ما يعرف شو انسى وسامح. فوت في نية صافي زي ما بيقولوها. سنة جديدة فلازم الواحد يكون واعي ازيد. تعلم من الاخطاء اللي عملها في 2018. يشتغل على حاله شوي. ما حدا بيطلع على السلم 20 خطوة 20 خطوة. لازم خطوة واحد يطلع. ليش احول هذا الفلوج للحياة والهبل هذا؟ عشان انا ما بحبش هالشيء. عشان انا بنفسي مش في هالمقام اللي احكي عن هالشيء. بس
الواحد يشغل حاله شوي شوي، يحسن بحاله، يكون احسن من السنه اللي فاتت. ان شاء الله 2019 تكون احسن من 2016 17 18، لان اول 3 سنين كان من اسوء سنين حياتي. بس ان شاء الله 2019 بيكون احسن. خلينا ناكل شاي بسكوت احسن من عملنا مع احسن شيء بالبسكوت. قتلونا من الكنابل يعني، الساعة 9 الساعة تدخل 3 ساعات، مش عارف شو مالهم الكنابل هم. حتى ندوق كذا منيح ولا لا؟ لا 100% 100%. منيح. فبتتساءلوا ليش انا مش بحفلة، ليش مش راح احتفل ولا اشي؟ سؤال مليح. الصراحة يعني مش عارف، ماليش نفس احتفل وخلص، زي اللي حاسس اني اقعد في الدار احسن لي واريح لي وهدات بال بالبيت. ابدا اصلي في اخر دقيقة من السنة وادخل على السنة الجاي وانا اصلي، فهذا احسن اشي رح يكون بالنسبة لي، انك تنهي السنة بصلاة وتبدا السنة بصلاة. انا مش شيخ ولا ملزم دينيا ولا نعرف شو النهاية، بس بحس انه بتريح. انا شوي مقصر بهالناحية من ناحية الصلاة، بس بحس انه بتريح نفسيا اذا بختم السنة في صلاة وببداها بصلاة. ان شاء الله تكون سنة موفقة يعني. مش عارف شو اللي بصير فيك يعني، مش قادر اوقف اكل. صدور الاوريوز وبعده بدنا نشوف شو بدنا نعمل ناكل، عشان هذا حسب ما ماشي الحال هسه شكلي بدي اخلص، شكلي بدي اكل كل الدار بنهار للساعة 12. الساعة زي ما انتم شايفين هنا 11 وربع، ضايل للسنة اخرى 45 دقيقة تيجي السنة الجديدة. ان شاء الله سنة 2019 بغي فيها اكل، بس خلينا ناكل هسه 2018. جماعة ولعت بالحال هذا، والله حرب مش هيك، مولع هذا. يلا شوف بس انتم مش شايفين تحت هناك ورا الجبل كله ملان كنابل، عرفت مبين على الكاميرا واضح. كل جهة بتلف فيها وش تسوي. الفلوج هاي اخرى وجبة. الساعة هسه 1 بالليل، مش عارف انا شو اللي صار لي، خلصت ما علي، شكله تجيل هذا. هسه بدا يطلع البطن والهمالة بتزيد. طيب يا جماعة، مع صوت الكنابل اللي ورانا بنخلص الفلوج. بتمنى للجميع سنة 2019 تكون احسن سنة بحياتهم، احسن من كل السنين اللي فاتن. بتمنى لكم الجميع الصحة والسعادة والنجاح ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تضلكم سالمين سنة 2019، بس اشياء سعيدة ان شاء الله. كل شيء رح يصير بخير. احسن فاتت عندي هذا كله بليل، بس لازم سد هذا الشباك، انا راح فايت واحد عندي هسه.
والله حسيت فقدت عندي. هسه قبل شوي صاروخ مرق من على جنبي. كله برا زي دخنة زي غيمة واحدة سكنية بسبب القنابل. صار نص ساعة تقريبا وهذا موقف الكل بفكر نص ساعة من دون ما يوقفوا، وراح يضلهم كمان نص ساعة، يعني راح يضل ساعة بس قنابل. فبنخلص الفلوج بهالشيء السعيد، ان شاء الله راح تكون سنة 2019 بس سعادة واشياء خير ونجاح. مش تعملوا لايك للفيديو والسبسكرايب، اهم شيء تنسوش السبسكرايب. كل عيلتكم يعملوا سبسكرايب، وان شاء الله راح اشوفكم الفيديو الجاي. قولوا لي شو حابين تشوفوا على القناة، قولوا لي كم مرة في التعليقات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. الساعة 2:10 يا جماعة بالليل. هي امبولانسات بوليس في الحارة، هذا بجوز حرك حاله او بصير شو صار، في اطفاء وفي انا عارف الدنيا مولعة هان. خلص وقف واحد حرك حاله بعد وقفوا القنابل الساعة 2 الصبح. الحمد لله. I'll be holding you